في الحلقة دي هيكلمنا المغامر أحمد عكرة عن تجربته السرية في السفر والعمل خارج مصر، ورأيه بقى في الدنيا جوه مصر وبره مصر والجواز من بره مصر وستات مصر. أنا اسمي أحمد صلاح محمد خيري عبد العزيز عكرة عشان أختصر لك. عندي 37 سنة، بشتغل في الاستيراد والتصدير من أسيوط. بشتغل في الاستيراد والتصدير بقالي حوالي 15 سنة. بس المنافسة برضه بتعلم، ودي من الحاجات برضه طبعا المنافسة جميلة، المنافسة حلوة جدا، بتفوقك. التصدير الدولة بتساعده جدا جدا جدا، يعني أنا دايما أقول هو الابن المدلل للدولة تصدير. أنا سافرت راجل كام يعني دولة؟ سافرت 10 دول وعشت في 3 ما كانش عندك أحلام؟ نهائيا. أنا كنت فاكر إن أنا بلعب على الكمبيوتر، بس في بضاعة جت، في فلوس اتحولت، في ناس راحت المينا، وفي ناس اتحركت، وفي مصنع بعت لك بضاعة. فلا ده مش لعب. ان انا اعمل شركة استيراد، فدخلت ادور على النت تتعمل ازاي شركة الاستيراد. عملنا شركة الاستيراد، عملنا كل ده، ويلا نسافر الصين. وعليكم السلام، انا عايز اسافر الصين. قال لي معاك كام فلوس؟ قلت له معايا 100,000. ما كانش معايا فلوس اصلا. قال لي دول ما يشربكش ميه. قلت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لي روح بيتكم احسن. وكملت الموضوع دلوقتي لغاية دلوقتي، موضوع الحج والعمرة والحاجة السعودية وكده. بنطلع موضوع العمره ده، بنطلع تاشيرات عمره وبنطلع كل حاجه. نفس مبدأ المعرفة، لو أنت عارف حد. هو كل الفكره علشان انا شغلانتي كلها معلومات، ما عنديش حاجه نهائيا غير المعلومات والمعارف. دي رابع سفريه، الخامسه قررت فيها ان انا اعيش في تعيش في الصين. شركة دورها توصيل شحن داخلي هي بين شركه الشوارع. ان انا اسهل على الناس حاجه، فجت واتس فاتوره، فكانت من اجمل المشاريع طبعا. فوقتها احمد عكرة ترك تخصصه ليعمل في توصيل الطلبات للمنازل. تعرفت على مراتي في الامارات واتجوزنا ونزلنا مصر. بعدين رحنا سافرنا على كازاخستان. اللي هي أصلا كازاخستانية. مراتي كازاخستانية. قعدنا 6 شهور نايمين على الأرض، الأرض حرفيا يعني. هيئة كرتونة. كان الراجل جاي ياخدها، قلت له سيبها. فأنا كنت ساكن في 6 أكتوبر، فنزلت الحصري، مكان التجمع الناس وكده، فعلشان أبيع السفارة رخيصة عشان أشتري عشاء. قال لي لبسها نقاب وقعدها جنب أمي. بشكل عام الفرق بقى من الحياة بين الصين وكازاخستان ومصر. مصر والصين مفيش مقارنة، يعني عشان هتقارن هتتعب. عيش كل بلد بالحلو اللي فيها والسلبيات تقبلها.